النهاردة يا برو جبتلك أفضل طريقة لسحب الصور، إذا كنت طبعا بتهزر مع واحد صاحبك أو حد قريبك أو أيا كان. بس طبعا الفيديو يا برو طبعا زي ما انت عارف لغرض التوعية الأمنية. تمام، أنا بعرفك إزاي سحب الصور بيتم علشان محدش يغفلك. تمام، النهاردة طبعا التطبيق اللي معانا دوت أول حاجة طبعا زي ما انت شايف التليجرام، وبعد كده MT مانجر، واللي هو تطبيق الأرقام الفيك. جميع الدول اللي قدامك ده هو ده اللي هنعدل عليه النهاردة، هو اللي هيتم سحب الصور بيه. زي ما انت عارف طبعا يا برو، هتخش هتعمل على التليجرام بوت جديد من بوت فازر، وهتطلع الاي دي الخاص بيك من بوت الاي دي برضو على التليجرام. تمام، بس انا طبعا عامل البوت قبل كده، مش هينفع ان انا طبعا اعمل بوت جديد وكده طبعا، ده لان الفيديو ما يطولش معايا. تمام، احنا هنخش طبعا هنعدل على التطبيق على طول من على MT مانجر. تمام، والصور هتتسحب على طول على البوت. تمام، وعشان تبقى عارف يعني لا هيتم ارسال اي اشعارات، ولا الضحية اللي انت بعت له التطبيق هيحس بيه، ولا اي حاجة. علشان تبقى عارف يعني مش جايب لك اي تطبيق وخلاص النهاردة. خش كده على MT مانجر، دوس على التلات شرط اللي فوق دول، هندوس هنا على دي اكستريك APK، هنلاقي التطبيق هنا اول تطبيق فوق. هندوس عليه كده، وهندوس هنا اكستريك APK، وهندوس هنا هنلاقي التطبيق ظهر قدامنا فوق اهو، اول واحد نتعلم عليه بالعلامة الخضراء. هندوس عليه، ندوس على فيو، وهنخش هنا عند اول ملف فوق. مالكش دعوة باي حاجة تانية، تخش على اول ملف هتلاقي هنا id.txt. تمام، وهنا تاني حاجة هتلاقيها هنا اللي هو التوكن دوت تكست. احنا النهاردة ملناش دعوة بأي حاجة غير دي ودي. تمام يا برو، هنخش على أول حاجة كده، هنحذف الاي دي الموجود هنا. تمام، ونحط الاي دي الخاص بنا، ونرجع كده خطوة لورا. هقول لك هل تريد الخروج؟ هنقول له نعم save and exit، هندوس حفظ زائد خروج. تمام، المربع دوت ما يكونش متفعل معاك هتدوس تفعيل، وهندوس اوكي. تمام، هنخش برضو على التوكن، برضو نفس الكلام، هنحذف التوكن الموجود هنا، نحذف التوكن كله، وهنروح ضايفين التوكن الخاص بينا بالبوت الخاص بيك. هندوس save and exit، هندوس اوكي. وبكده التطبيق تم ترغيمه، والتطبيق كده يا برو شغال معاك. هنرجع خطوة لورا وهنلاقي التطبيق فوق اول حاجة برضو، ندوس عليه وهندوس install تثبيت. هيجيب لك هنا تحديث التطبيق، هيبقى متثبت عندك انت، بس هتعمل له تحديث. تمام، هينزل له تحديث عادي ان انت طبعا حدثت فيه ملفات من جوه، فعشان كده هيطلب منك تحديث مش تثبيت. هندوس تم، وهنطلع بره كده على التطبيق هنا كده اهو. هندوس على التطبيق هنفتحه، هيقول لك الجوكر المرعب يرحب بكم، مرحبا بك في تطبيق الجوكر المرعب للأرقام الوهمية. تمام يا برو، انت تدوس هنا طبعا على تحت اتفضل. هيقول لك لكي تحصل على الرقم الوهمي عليك القيام بالضغط على المربع على الأسفل. هندوس هنا على المربع ده، وهندوس هنا موافق. هيبدأ التطبيق يبعت لك إشعار مثلا هندوس كده سماح. أول ما تدوس سماح ويبدأ يشتغل معاك التطبيق، هيفتح معاك كأنه موقع أرقام فيك أو أرقام أمريكية، بدون أي خوف للضحية، وبدون أي إشعارات، وبدون أي حاجة. تمام، هنطلع كده
هنبدأ نفتح تليجرام، وهنبدأ نخش على البوت اللي احنا كنا عاملينه وربطنا بالتطبيق. قدامكم ادي جميع الصور اللي هو بيسحبها، بيسحب جميع الصور اللي على الفون بتاع الضحية اللي انت بعتله التطبيق. بس في الاول وفي الاخر يا جماعة، التطبيق ده في الاول وفي الاخر توعية امنية، وانا يعني نزلت الطريقة علشان بس اعرفك سحب الصور بيتم ازاي، ومحدش يغفلك ويبعتلك التطبيق ويقولك مثلا ده ارقام فيك او مش ارقام فيك. ولو حابب مثلا تهزر مع واحد صاحبك، عايزك تبعته له وتسحب من عليه جميع الصور وتوريه الصور اللي عنده اللي على التليفون. وبص عايزك ايه يخليه يقولك ايه، ابراهيم ارحمني. تمام يا برو. اهم حاجة ان انت تكون فاهم انا عملت ايه، واهم حاجة تكون فهمت من الفيديو. المشكلة بقى يعني في شغلتنا دي ان كل واحد فاهم ان هو فاهم، وكده مش ممكن يفهم. بالك بقى لو فاهم ان هو مش فاهم كده ممكن يفهم. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. وطبعا هسيب لك كل الادوات المستخدمة في الفيديو، البوتات والتطبيق. في تطبيق في بوت على التليجرام اللي هو البوت الخاص بي انا عامة، اللي هو البوت بتاعي انا. تمام، هسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو، وهتلاقي كل حاجة موجودة هناك. تمام، وهنا نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله.